تعالوا نعمل مع بعض مخلل الخيار السريع، وبجد في نص ساعة بس هتلاقيه اتخلل معاكي أحلى خيار. ويا سلام على القرمشة، قرمشة روعة وحكاية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف طريقتنا ايه. على النار هنا هنجيب 5 كوبايات من المية. أنا استخدمت 8 خيارات، يعني عملت بما يعادل كده 8 خيارات. 5 كوبايات من المية زي ما انتوا شايفين كده. قطعي الخيار بقى والفلفل زي التقطيعة اللي انت تحبيها. وبعد ما المية على قرب ما هي هتغلي كده، هنزل ب5 معالق صغيرين من الملح ممسوحين. يعني لكل كوباية مية معلقة ملح قدامها. وهنزل كمان بمعلقتين سكر، وهو ده سر قرمشة الخيار. وكمان ننزل بورقتين من اللورة بتديها ريحة تحفة. وكمان 5 فصوص كبار من الثوم مقطعيهم شرايح بالمنظر ده، ورشه صغيره من الكركم، وربع معلقه صغيره من الشطه. وكمان هنزل ب7 معالق كبار من الخل، 7 معالق كبار من الخل. اول ما الميه تغلي معاكي هنطفي النار. خدي بالك من الخطوه دي كويس جدا. هنطفي النار اول ما الميه تغلي. انا بوريكي ان الميه غلت وطفيت النار. بعد كده بعد ما طفيت النار هنزل بالخيار والفلفل معايا. وبعد كده هتغطي الحله. وبعديها بنص ساعه احلى مخلل الخيار. بعد كده احتفظي بيه بقى في التلاجة، في برطمان، بنفس المحلول بتاعه، بألف هنا وشفا.